الذكر اللي عندي دوت انا بحسبكم تقدروا يعني ايه هو وزنه قد ايه. هو طبعا باين عليه، فزي ما حضراتكم شايفين كده لازم يكون برضو بحجمه الطبيعي، وهو لازم برضو ان احنا ما يبقاش عندنا ذكر برضو 2 كيلو ونص او 2 كيلو وندخله 10. الله وبركاته. النهارده يا جماعه معاكم احمد شوبسك في قناه نجاح بلا حدود، والنهارده هنتكلموا عن الحاجات التي تؤدي الى تدمير او فشل مشروع الارنب. وطبعا دي حاجات كتير جدا، هنقول كام حاجه منهم النهارده، ويا رب يعني تمشوا عليها، لان الحاجات ديت يا جماعه طبعا بتؤدي الى فشل المشروع، ولازم طبعا كلنا نعمل بيها. منها مشوار، اول حاجه مشوار الجرب ده شيء مهم جدا. في الفيديوهات اللي فاتت احنا قلنا ان طبعا الجرب لما تكون الام عندها جرب ما بتعشرش، ولما يعني حتى لو هي عشرت لما بتجيب العيال ما بترضعش، فبيؤدي الى فشل المشوار من الناحيه ديت. وفي حاجه تانية يا جماعه، الناس اللي بتستعجل على اعشار الارنبه الام. طبعا الناس اللي بتستعجل على اعشار الارنبه الام في حاجه مهمه جدا انتم ما تعرفوهاش. بالنسبه للارنبه الام، انا يعني قانوني ان احنا مثلا بنقوله 2 كيلو ونص للارنبه، ان احنا طبعا ما بنعرفش عمر الارنب بالويم كده، فطبعا احنا بنعرفه عمر الارنب او ان هي تبقى قابله ان هي تبقى ام من وزنها. طبعا اقل حاجه 2 كيلو ونص. طبعا بالنسبه لل 2 كيلو ونص دول يعني دي اقل حاجه ان احنا نجوزوا الام بيها، لان طبعا اقل من كده في مثلا بيجيبوا 2 كيلو الا ربع او 2 كيلو والكلام دوت. اي نعم الام يا استاذ او يا استاذه اللي طبعا اللي بيشوفوني طبعا بتعشر وبتحيد وكل حاجه، بس لما بتعشرها على الوزن الصغير دوت بتعمل حاجه ان الرحم بتاعها من جوه بالبلدي كده بيتفرتك، لان هو الرحم بيبقى صغير وانت بتجوزها صغيره، فبالتالي الرحم بتاعها بيتفرتك من جوه وبيتمزع. وطبعا لو جابت لك مثلا اول ولده 2 أو 3، طبعا استحاله هتبقى زي الارنبه الطبيعيه ان انت تبقى مستنيها لتاني بطن ان هي تجيب 8 وبعد كده تجيب 10 وهكذا. طبعا الام ديت بتفشل خالص، وطبعا ما ينفعش ان هي تعشر تاني. وطبعا انت يا هتموت يا اما هتذبحها او هتبيعها لحم. يعني مثلا احنا عندنا ام زي ديت كده، احنا طبعا الام ديت طبعا انا بجيبها من بيت الولد علشان خاطر الام دي لسه بكار. الام ديت زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا لو عند اي حد هتبقى مثلا هيقول يلا بقى نعشره والكلام دوت. انا بعشر الارنبه الام علشان تكون الخصوبه عندها عاليه، وعلشان خاطر ان احنا تكون الارنبه صالحه ان هي تعشر 3 كيلو. كل ما كانت الام وزنها ازيد من 2 كيلو ونص كل ما كان احسن. الام دي بكار زي ما حضراتكم شايفين، احنا لسه ما عشرناش اهي. طبعا من النوع دوت النوع دوت يا جماعه اللي هو بيبقى ابو شعر كثيف دوت، النوع دوت بيبقى زي ما بنقولوا عليها هله. الهله ديت بتبقى نوع من الانواع الحنينه جدا والطيبه جدا، وده طبعا يعني بيفرق في ترضيع، ان العيال ترضع منها بتقف لعيالها لغايه لما تشبعهم، ما بتبقاش غبيه على اولادها. في حاجات كتير يا جماعه بتبقى تؤدي الى فشل المشروع، وحاجات اكتر. طبعا احنا قلنا الجرب، وقلنا ان احنا بنعشر الارنبه بدري. طبعا الذكر ان احنا ما نزودش الذكر الجواز. يعني احنا لو جوزناه النهارده يعني نقعدوه 3 4 ايام، ما يكونش عندنا ذكر واحد، لان الارنب الذكر لو احنا جوزناه في اليوم اكتر من مره او جوزناه تاني يوم لاكتر من نتايه، طبعا الذكر بيبوظ، وطبعا ما بيعرفش ان هو يلقح بعد كده، وما يعرفش ان هو ما بيجيبش خلفه كويسه، لان هو بيضعف وانت بتضعفه زياده عن اللزوم. فان احنا لازم
نخلي الذكر على الاقل يرتاح 4 ايام بعد كل تعشيره. ولازم برضو الذكر يبقى بحجمه الطبيعي، يبقى ازيد مثلا من 2 كيلو ونص او 3 كيلو. في ناس بيبقى عندها سلالات، بس انا هوريكم برضو الذكر اللي عندي برضو بيبقى شكله برضو عامل ازاي. الذكر اللي عندي دوت انا بحسبكم تقدروا يعني ايه هو وزنه قد ايه. هو طبعا باين عليه، فزي ما حضراتكم شايفين كده لازم يكون برضو بحجمه الطبيعي. وهو لازم برضو ان احنا ما يبقاش عندنا ذكر برضو 2 كيلو ونص او 2 كيلو وندخله يعشر، لان طبعا بيأثر على ال يعني زي ما بيقولوا ايه التكوين بتاعه، بيبقى لسه عيل صغير واحنا بنجوزوه ذكر او نتايه. ده برضو بينطبق على دوت وده بينطبق على ده. وبرضو الذكر معلومه صغيره، ان احنا لما بنجوزوه صغير بيوقف نموه، يعني استحاله ان احنا هنجوزوه صغير وهيكبر بالمنظر دوت. طبعا يا جماعه زي ما احنا شفنا كده في حاجات مهمه جدا للارانب. طبعا انا في حاجه اخيره عايز انبه فيها بالنسبه للعشار. بعد الام ما بتعشر وبعد ما بتنجب اولادها، احنا لازم نشوفوا العدد اللي عندها قد ايه ونريحها على حسب العدد اللي عندها. طبعا العدد اللي عندها دوت يعني مثلا لو واحده والده 2 أو 3 احنا ممكن ندخلها بعد يومين 3. لكن لو واحده والده مثلا 10 ولا 15 يعني ان شاء الله عند اي حد، طبعا ان احنا بنستنى على الارنبه مش اقل من 15 يوم. لو واحده عندها 10 او 15 او 14 او 13 مش اقل من 15 يوم علشان نعشرها. وطبعا بنتجنب حاجه اسمها التهاب الصدر. التهاب الصدر ده يا جماعه احنا بنباشر الام لما بنحط ايدينا على ظهرها. وطبعا قلت في الفيديوهات اللي فاتت قبل كده ان يعني ان المرض دوت خطر جدا، لا يمكن علاجه، يمكن تجنبه ان انت بتحس ان الارنبه بتضعف معاك، وان احنا بنديها كالسيوم وفيتامين ما بين يومين وما بين 3 علشان خاطر تساعد ان هي ترضع العدد الكبير دوت وما يجيلهاش التهاب الصدر. وكلنا طبعا لو دورنا في الفيديوهات اللي فاتت هنلاقي حاجه اسمها التهاب الصدر لا يمكن تجنبه، لا يمكن علاجه لكن يمكن تجنبه. وطبعا في حاجه انا عايز اقولها لكم يا جماعه. كان في واحد دون داعي ذكر اسماء كلمني في التليفون وقال لي يا احمد احنا بنستفاد من فيديوهاتك واحنا متابعينك وكده. طبعا من متابعين ال 17000 او ال 18000 اللي احنا متابعيني، وانا طبعا بشكر كل واحد متابعني وبقول له شكرا لدعمك ليا. فقال لي انت دايما ما بتقولش اعمل لايك وسبسكرايب وبتاع والكلام دوت. فانا قلت له يعني طبعا انت بتشوف بنعمل مثلا لايك او سبسكرايب او الكلام دوت، اي حد عايز يعمل كده هو شايفني كده هيعمل لايك وهيعمل سبسكرايب وهيشترك معايا في القناه وكده يعني. فهو كان ليه وجهة نظر تانية ان احنا يعني ممكن يكون انت فت واحد او مثلا هو هيتابعك او كده، بس هو طبعا زي تذكير ان احنا نقوله لايك وسبسكرايب او كده يعني. فانا قلت له ان طبعا هقول اعملوا لايك يا جماعه وسبسكرايب ودعموني في المشوار دوت لو الفيديو عجبكم او استفدتوا منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.